حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. وحشتوني جدا 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 جدا. ويمكن بقالي فترة أنا بشير الفيديوهات اللي بعملها على تيك توك، لكن أنا بصراحة بقالي كتير ما قعدتش معاكم انتوا واتكلمنا. آم، أنا هكلمكم في موضوع ماتش امبارح. أنا اكتشفت حاجة، إن ممكن نختلف، ممكن يبقى في انقسامات، وده فين وده مين، وده اللي كان بيزعلني. إن إحنا ورا الكيان، لمّا حد بيتكلم أو بيهاجم، مش بيهاجم لإنه تبع حد أو ضد حد، لأ، إحنا عايزين مصلحة نادي الزمالك. اكتشفت إنه الحاجة الوحيدة فعلًا اللي بتجمعنا بحُب، طبعًا بعد الوطن وبعد مصر، هو نادي الزمالك. هو اللي بيجمعنا بفرحه، بهمّه، بحزنه، بانتصاراته. ما فيش حد ما فرحش امبارح. ماتش يكفيك فخرًا إن الناس بتقول إن أنت ده ماتش مش في مش ما ده ماتش أوروبي، ده ماتش في أوروبا. أنت كل ما تقول الماتش انتهى، الماتش بيبتدي من جديد. وهنا بتحس بالفرق، علشان إحنا كان في المنافس كانوا بيعيّبوا علينا، بُص يا عم دول فرحانين وأصلهم كأنهم كانوا بيلعبوا ما أعرفش مين. أنا شُفت الفرحة بتاعة سيراميكا امبارح والجهاز الفني نازل و. يعني كانت سعادة، إيه ده، إيه يا جماعة ده؟ ده أنتم كأنكم غلبتوا صن داونز. وبعدين ييجي بقى البعض، يا عم ده أنتم أصله مصطفى فتحي هو اللي ادّاكم والله ده بأمارة مين؟ لأ معلش بقى، ده أنت لولا سعد سمير يا راجل ما كنتش هتكسب. فوالنبي ما تخشّليش في السكة دي، خلّينا نتكلم في الأهم. الحد الوحيد اللي ممكن أشكره على مباراة بيراميدز هو 2، أولهم لعيبة الزمالك. أنتم لعيبة رجالة، أنتم لعيبة رجالة، أنتم بتحبوا الكيان، أنتم بتلعبوا لمّا تسمع حوار عواد، أنتم بتلعبوا حُبًا في جماهير الزمالك وفي الفانيلا البيضا. أنت ما بتاخدش مستحقاتك ولسه ما خدتهاش. أنا عجبني لمّا قال أنا مش هاشكر الكباتن الكبار بس، لأ الكباتن الكبار دول ممكن يكونوا من قبل كده وخلاص كل واحد فيهم عمل مستقبل لكن اللعيبة الشباب دول لازم نقول لهم شكرًا، لإن دول في بداية حياتهم. دول ما فكروش لا في ملايين ولا فلوس ولا عربيات ولا حضرتك والله ادّيني منحة وادّيني، لأ، ده بيلعبوا حُبًا في الزمالك، مع إن في منهم ممكن يكون لسه بيبتدي حياته، بيساعد أسرته. لكن كل ده ما همّهوش. فأنتم كسبتوا امبارح وأنتم مش بتاخدوا مستحقات، وأنتم ما أخدتوش فلوسكم، وأنتم ما فيش أي حاجة حقوق ليكم كلاعيبة كورة أنتم أخدتوها، ومع ذلك نزلتوا وحاربتوا وأصريتوا ولعبتوا وانتصرتوا. وأنا قُلت وعلى نواياكم ترزقون، وربنا اداكم على قد نيتكم، اسعدتونا وانتوا سعدتوا. وعجبتني اللقطه وانتوا فرحانين في اوضه اللبس ومعاكم ناس من مجلس الاداره، والفرحه والانتصار، لان عندكم اصرار. اللي هشكره تاني كورفا زمالك، انتوا جمهور عظيم، انتوا اللي اديتوا الروح. انتوا مش جبتوا جون وقلتوا لا واحد مش كفايه، لا، انتوا بتقولوا هنكسب، هنكسب. ثقتكم واصراركم. لما عواد اخفق في الثلاث ضربات جزاء، هتافك باسمه هو اللي اداله الشحن المعنوي والاصرار ان انا قد هتافكم ده ليا. الزمالك كبير قوي وعظيم قوي 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 قوي، وعشان كده انا لازم اقف واقول كلمه واقفه لي هنا في زوري. انا مش هكلمكم على سيف جعفر، وانت واقف وكل ما الزمالك يضيع ضربة جزاء تصوت. يا ابني عيب عليك يا ابني، يا ابني ده انت من وانت عندك 8 سنين بتلعب في نادي الزمالك. يا ابني انت اشتروك عشان انت طالع من الناشئين. اللي علمك الكورة والمهارات وزود من موهبتك هو الزمالك. انت يا راجل ده لما في لعيب بناخده نشتريه من فرقة تانية ويجي يحرز فيهم هدف بيتكسف يحتفل، بيتكسف يحتفل. ده في مديرين فنيين اصلهم زملكاويه لما بنلعب معاهم وفرقتهم تجيب جون ما بيحتفلوش. وانت البعيد ايه؟ اوعى تفتكر انك لما هتروح بيراميدز هتبقى نجم. انت كان ممكن في الزمالك تبقى نجم واسطوره، لكن انت هناك زيك زي اي لاعب، زيك زي اي لاعب، عمرك ما هتزيد عن الحجم ده.
فايه الحزق والعصبيه والفرحه انت مين انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مشيتوا عشان حفنة فلوس، ما استحملتوش أزمة. لكن اللعيبة اللي كسبت دي لعيبة رجالة. اللعيبة دي كل واحد فيهم أقول إيه ضفروا برقبة 20 من مليون من اللي مشوا عشان الملايين والحاجات دي. عمركم ما هتبقوا نجوم في الفرق التانية، اوعى تنسى. الحاجة التانية اللي أنا مستغرباها، هو أسامة نبيه ده كان أصله إيه؟ هو أنت يا ابني، أنت مين؟ أنا كده مش مستغربة اللي ابنك عمله. هو انت ازاي انت طالع مع مهيب بتقول لا ما هو في 3 لعيبه اتوقفوا، بس في كده كام واحد تاني مستخبيين لازم يتشالوا. هو انت ازاي تقول كده اصلا؟ هو انت ازاي كنت بتدرب فرقه وانت غير امين على اسرار الفرقه دي وطالع تتكلم عنها؟ هو انت ازاي اي فرقه هتطمن لك وتجيبك مدير فني عندها وانت بتطلع اسرار ده يا ابني؟ ده الزمالك، ده اللي مخليك تطلع في البرامج يستضيفوك. يعني الزمالك هو سبب انك تطلع في القناة. كابتن أسامة نبيه المدرب السابق لنادي الزمالك واللاعب لنادي الزمالك، مش عشان حاجة تانية. انت طالع بتقول اصل في لعيبة تانية. يقول له كام واحد بقى؟ 2. ويطلع كابتن اكرام يقول لك مين دول مين دول. طبعا انتوا هتقولوا له بعد الهوا. انت قاصد تنخور في الفرقة. انت مش سعيد بتقول انا سعيد ان الزمالك، لا انت زعلان ان فرقة ابنك مش هي اللي كسبت، وعشان كده انت مش عايز الفرحه تكمل. اما ادي كده حاجه بقى تقوم السوشيال ميديا يا جماعه ده في لعيبه تانية، ده كابتن اسامه نبيه عارفها، والاداره تبتدي تسال. الاداره مش هتبلع الطعم ده. حتى لو عندك لعيب خارج عن السرب، دورك كمدير فني او دورك كمدرب انك تقوم اللاعب ده، لان كل واحد فيه عنده اختلافات في اسلوبه وفي حياته وفي تربيته. واحد فجاه بقى مشهور، واحد بقى فجاه معاه فلوس. ده دورك حضرتك. لكن انت طالع تقول على الزمالك اصل في 2 كمان. والله العظيم انت قاصد تنخرب الفرقه. انت قاصد توقع الزمالك. انا لو من المجلس الاداره، والله العظيم اللعيبه كمان اللي غلطت دي خلاص غرامه وارجع اللعيبه، عشان اللي زيك ما يطلعش يقول كده. انت مش ممكن هتنجح. انت لا تؤتمن على انك تمسك اداره انت مش ممكن تكون زملكاوي اللي يطلع يقول كده. انت بتجيب سيره لعيبه عشان ايه؟ اللعيبه دي تقول ده هو كان لما كان ماسكنا عارف ان احنا كده. طب ممكن حد ايه يا ابني اللي انت عايزه ده؟ حتى لو في 2 من اللي كانوا موجودين امبارح كانوا خارج السرب وكان ليهم سلوك كده، كفايه ان هم كانوا رجاله، كفايه ان هم نزلوا لعبوا، كفايه الحماس في الملعب. احنا النادي التاني الولد رايح شارب وكسر اوضه اللبس وضرب المدير الفني وشتم شناوي ومرمط الدنيا، خصموا له 1,000,000 جنيه. وعشان كده انا ليا طلب من الاداره. انا مش هتكلم في موضوع فتوح لان فتوح صعب قوي يجدد، ولو اني اتمنى ان الرد لا يجدد ويقعد واقوم اللعيب. من فضلك صبحي وزنيري، من وجهة نظري ومن الكلام اللي انتوا حكيتوه ان هم قابلوا شيكابالا قالوا لهم رايحين فين؟ رايحين نجيب اكل. طب ما تتاخروش. اول ما مشي وطلع قال لكابتن عبد الواحد كلمهم، كانوا في خلال نص ساعه ساعه الا ربع رجعوا معاهم الاكل. ما تذبحش لعيب، ما تذبحش لعيب. اخصم منهم لما يشوفوا اللعيبه التانيه خدت مكافآتها او بتصرف مستحقاتها هم بيتخصموا، مش هيغلطوا تاني. ما تذبحوهمش. اللي أسامة نبيه عايزك تذبح بقية اللعيبة. رجعهم وعاقبهم، لكن ما توقفش في قدام مستقبلهم ولا تذبحهم. خلاص أخطأتوا، في عقاب، في لوايح، لكن مش للبيع. ولو إني أتمنى إن فتوح يتعاقب ويتخصم منه ضعفهم، لكن يفضل. بس بقت دي مش مشكلتي. زناري وصبحي بجد اتاخدوا في الرجلين، بجد اتاخدوا في الرجلين ولازم يرجعوا. الزمالك لعبته رجاله. انا كل اللي بطلبه اللعيبه دي تستحق قبل اي حل مشكله في النادي صرف مستحقات اللعيبه. اللعيبه دي عندها اسر، عندها بيوت، عندها عندها مسؤوليات، عندها حاجات، عندها اقساط. لازم اول حاجه اللعيبه دي تتكافئ انها يتصرف مستحقاتها. لازم تتصرف مستحقاتها. وتكذيبا لكلام أسامة نبيه، لا انا مش هعاقب لعيبه تانية.
واوعى تفتكر اني هنولك اللي في بالك، لا بالعكس بقى، ان اللعيبه دي سلوكها هيتغير وهترجع احسن من الاول، وحتى اللي مشوا هعاقبهم، هخصم منهم، ومش هبيع لعيبه. اللي مقصود هدم الزمالك يا جماعه. حبايبي الزملكاويه، احنا الزمالك. الزمالك يعني الرجوله، يعني المهارات. لازم نحافظ على لعيبتنا دي، لان احنا معروفين ان الزمالك يعني لعب ومهارات. انا هبقى حزينه لو اللعيبه المهاريه دي راحت للنادي الاخر، هبقى حزينه لو ده حصل. فارجوكوا حافظوا على لعيبتنا، خلي العقاب مش ذبح. احنا ورا الزمالك، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيبقى احسن للزمالك. يا رب دايما الزمالك مجمعنا على خير وعلى حبه وعلى عشقه وعلى انتمائه. حبايبي الزملكاويه، يا رب دايما في احسن حال واحلى سلام على احلى زمالك.